السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات الجدي بتاريخ 15/1/2026، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الجدي. على الصعيد العام، انت يا جدي النهارده مش داخل يوم عادي، انت داخل مرحلة احساسك فيها عالي. حتى لو شكلك من بره ثابت وهادي، في حاجة جواك بتتغير بهدوء من غير صوت، بس تأثيرها كبير. انت بقيت اوعى من الاول، وبتفهم المواقف من غير ما حد يشرح لك، وبقيت تحس باللي قدامك حتى وهو ساكت. اليوم ده بيكشف لك حقيقة ناس وبيأكد لك ان احساسك عمره ما كان غلط. في طاقة تحميل تقيلة شوية عليك، مش ضغط بمعنى التعب، لكن مسؤوليات متراكمة، أفكار مش راضية تهدى، وحاجات مأجلها بقالك فترة. بس الجميل هنا إنك مش تايه، أنت عارف أنت عايز إيه، بس مستني اللحظة اللي تحس فيها إنك جاهز تتحرك وأنت مطمن. اليوم ده بيقربك من اللحظة دي. كمان في رسالة غير مباشرة جايالك، ممكن تكون كلمة أو موقف أو حتى إحساس مفاجئ يخليك تقول كده الصورة وضحت. الرسالة دي هتخليك تعيد ترتيب أولوياتك، وتبعد خطوة عن حاجة كنت ماسك فيها زيادة عن اللزوم، وتقرب خطوة في حاجة كنت هاملها وانت محتاجها. انت النهاردة يا جدي محتاج تسمع لنفسك أكتر من أي حد. مش كل نصيحة تنفع، ومش كل رأي صادق. انت عديت بتجارب خلتك تعرف تميز، فبلاش تشك في إحساسك ده. لو حسيت إنك عايز تهدى شوية اعمل كده، ولو حسيت إنك عايز تواجه واجه من غير اندفاع، بأسلوب هادي اللي دايما بيوجع أكتر من الصوت العالي. كمان في انفراجة صغيرة جايالك، يمكن ما تكونش حل كامل، بس كافية تطمنك إن اللي جاي أحسن، وإن تعبك مش رايح هدر. ربنا شايف صبرك، والكون بيرد عليك واحدة واحدة مش دفعة واحدة. رسالة الصعيد العام بتقولك يا جدي انت مش محتاج تثبت قوتك لحد. قوتك باينة في هدوءك وفي صبرك وفي انك لسه واقف رغم كل اللي فات. خليك ثابت لان اللي جاي على قد قلبك حتى لو اتأخر شوية. اما على الصعيد العملي، انت يا جدي في الشغل النهاردة مش واقف مكانك، حتى لو باين كده. في حركة جوه، في تفكير وفي تخطيط وفي ترتيب اوراق محدش شايفها غيرك. انت من النوع اللي ما بيحبش يعلن عن خطواته، وده في حد ذاته قوة. اليوم ده بيديلك احساس انك لازم تشتغل على نفسك اكتر من انك تشتغل علشان ترضي حد. في مسؤولية زيادة او شغل متراكم حاسس انه تقيل عليك، بس خلي بالك يا جدي، التقل ده مش عقاب، ده تجهيز. ربنا بيحطك في مواقف تختبر قدرتك قبل ما يديلك خطوة أكبر. يمكن تحس إن مجهودك مش مقدر كفاية دلوقتي، أو إن في ناس بتاخد حق مش حقها، بس اليوم ده بيقولك اصبر، الحساب جاي. كمان في فرصة عملية باينة من بعيد، مش واضحة قوي، يمكن كلام أو اقتراح أو حتى فكرة كانت في دماغك فجأة. ما تستهونش بالفكرة دي، لأنها ممكن تكون بداية نقلة ليك، بس محتاجة شغل هادي وصبر، مش استعجال. الجد لما بيستعجل بيغلط، ولما بيمشي على مهله بيوصل. لو في تعامل مع مدير أو شخص أعلى منك، خليك رسمي وذكي، وما تدخلش إحساسك في الحوار. كلامك النهاردة لازم يكون محسوب ومختصر وواثق، وسكوتك في موقف معين هيكون أقوى من أي رد، وفي موقف تاني كلمة واحدة منك هتقفل موضوع كبير. كمان الفلوس مرتبطة بالشغل اليومين دول ارتباط مباشر، يعني أي تعب زيادة دلوقتي هيفرق قدام. ما تكسلش حتى لو نفسك مش في أحسن حالاتها. اليوم ده بيقولك إن التعب اللي هتحطه النهاردة هو الأمان اللي هتحس بيه بعدين. نصيحة العمل بتقولك يا جدي اشتغل في هدوء، وما تقارنش نفسك بحد. طريقتك مختلفة، ورزقك مكتوب باسمك، ومحدش هيقدر ياخده منك مهما لف. أما على الصعيد المالي، أنت يا جدي في المال مش بتلعب، أنت بتحسبها بالعقل قبل القلب، وده مخليك دايما واقف على أرض صلبة، حتى لو الأرض دي ناشفة شوية.
اليوم ده بيكشف لك حقيقة مهمة. الفلوس مش بتيجي بسرعة، لكنها بتيجي ثابتة، وانت من الناس اللي ربنا بيختبر صبرها قبل ما يوسع رزقها. كمان في مصروف أو التزام مالي مضايقك وحاسس إنه ضاغط عليك ومخليك مش مرتاح، بس خد بالك يا جدي، الضغط ده مؤقت. اليوم ده بيقولك إنك لو رتبت أولوياتك كويس هتطلع من الزنقة دي من غير ما تمد إيدك لحد. أنت بطبعك ما بتحبش تطلب، وده سر قوتك. ممكن يجيلك تفكير في مصدر دخل جديد، فكرة جانبية أو شغل إضافي أو حتى استثمار صغير. ما تستعجلش التنفيذ، بس ما تهملش الفكرة. انت يا جدي لما بتزرع صح بتحصد على مهلك، بس حصاد تقيل. المهم ما تدخلش في حاجة مش فاهمها، ولا تصدق وعود سريعة. كمان لو في حد ليه فلوس عندك أو ليك فلوس عنده، اليوم ده مناسب إنك تراجع الحسابات في سرك، وتقرر إمتى تتكلم وإمتى تسكت. أوقات السكوت بيحفظ كرامتك، وأوقات الكلام بيحفظ حقك، وإنت أدرى إمتى تعمل إيه. على فكرة يا جدي، رزقك مش مقطوع ولا واقف، بس إنت ما بتحبش تبص على جيب غيرك. المقارنة بتكسر النفس، وإنت محتاج نفس طويلة مش نفس محبطة. كل جانب تتعب فيه دلوقتي هتحس بقيمته قدام قوي. رسالة المال بتقولك يا جدي انت مش متأخر، انت بتتجهز، واللي جاي مش صدفة، ده نتيجة تعب سنين. اما على الصعيد العاطفي، انت يا جدي في الحب مش شخص سهل يتقرا. انت من بره باين هادي وتقيل، بس من جواك بحر مش اي حد يعرف يعوم فيه. انت ما بتحبش كتير، بس لما بتحب بجد. بتحب بعقلك وبقلبك وبروحك، وده اللي تعبك احيانا الفترة دي. خليتك تعيد حساباتك وتسأل نفسك وتقول: هو اللي بحبه حاسس بيا، ولا انا اللي شايل الحمل كله لوحدي؟ كمان انت تعبت من انك دايما الطرف الاقوى، الطرف اللي بيستحمل واللي بيعدي واللي بيقول مش مشكلة وهو جواه ألف مشكلة. قلبك محتاج طبطبة مش نصايح، واحتواء مش وعود. لو في علاقة فانت محتاج وضوح. انت يا جدي ما بتعرفش تعيش في منطقة رمادي، يا ابيض يا اسود، يا امان يا بلاش. اليوم ده بيقولك انك لو فضلت ساكت على اللي مضايقك، السكات هيبعدك اكتر ما هيقربك. كلامك مش ضعف، كلامك حق. ولو في بعد او انفصال فانت لسه شايل الاثر، مش ناسي بسهولة، ومش قافل الصفحة غير لما تفهم الدرس. بس خلي بالك يا جدي، مش كل اللي مشى كان خسارة. في ناس ربنا شالها من طريقك علشان تعرف قيمتك، مش عشان يوجعك. كمان في إحساس جواك إنك محتاج شخص شبهك، حد ثابت وصادق وما يكرهكش في الشك ولا يستهلكك في إثبات حبك. أنت مش طالب كتير، بس اللي طالبه مهم. رسالة الحب ليك النهاردة واضحة يا جدي، وبتقولك ما تقللش نفسك علشان حد، ولا تدي أكتر من طاقتك علشان تثبت إنك تستاهل. أنت تستاهل من غير إثبات. اللي جاي في الحب مش وحش، اللي جاي هدوء يريحك، وحد يحسسك إن التعب اللي فات ما راحش هدر. أما على الصعيد الصحي، على فكرة يا جدي أنت من أكتر الأبراج اللي بتهمل في نفسك، وأنت فاكر إن ده قوة. أنت شايل فوق طاقتك ومكمل حتى وأنت تعبان، وبتقول هعديها. بس جسمك مش ناسي، جسمك بيسجل كل ضغط وكل سقوط وكل مرة قلت فيها أنا كويس وأنت مش كويس. الفترة دي جسمك محتاجك تسمعه مش تقاومه. التعب اللي حاسس بيه مش دايما حلو، جزء كبير منه نفسي، تراكم مسؤوليات وضغط شغل وتوتر مش بتتكلم عنه. انت يا جدي لما بتتعب ما بتصرخش، وده اخطر نوع تعب. كمان لو في اوجاع متكررة زي صداع او ارهاق من قلة النوم او حتى تقلب في مزاجك، دي مش حاجات بسيطة، دي رسايل. جسمك بيقولك اهدى شوية، انا مش آلة. انت محتاج نظام، وده اسلوب اصلا. مش المرة دي نظام يحرمك مش يضغطك. نام كويس، وكل اكل في مواعيدك، واشرب مية كفاية، وقلل من التفكير قبل النوم. مش كل حاجة لازم تتحل دلوقتي. وبرضه خلي بالك من نفسك نفسيا، لان صحتك مش بس تحليل او دكتور، صحتك كمان راحة بال. حاول تفضي اللي جواك حتى لو مع نفسك،
أو تمشي أو تسكت أو دعوة من قلبك. رسالة الصحة بتقولك يا جدي أنت مش ضعيف لما ترتاح، أنت ذكي لما تحافظ على نفسك، واللي محتاجك قوي، محتاجك سليم الأول. أما على الصعيد الدراسي، أنت يا جدي في الدراسة مش شخص بتذاكر وخلاص، أنت يا جدي بتدخل تتعلم علشان تبني نفسك، علشان تحس إن كل خطوة ليها قيمة. بس الفترة دي أنت حاسس إن المجهود كبير والنتائج مش دايما قد اللي في دماغك، وده مخليك دايما تسأل نفسك وتقول أنا ماشي صح؟ أيوة أنت ماشي صح، بس بطريقتك وبطبعك طويل مش سريع. الجد عمره ما كان بتاع قفزات مفاجأة، انت بتطلع سلمة سلمة، ويمكن ده بيبان بطيء لكنه ثبات مضمون. كمان لو عندك تأجيل ملل من المذاكرة أو حاسس إنك زهقت من الروتين، ده طبيعي. انت يا جدي لما بتكرر نفس النظام فترة طويلة من غير مكافأة نفسية بتتعب. الحل مش إنك تسيب، الحل إنك تغير الأسلوب. غير طريقة المذاكرة والمكان والتوقيت، وقسم اللي وراك لأجزاء صغيرة، واحتفل بكل إنجاز حتى لو بسيط. دماغك محتاجة تحس بالنجاح مش بس بالواجب. لو في امتحان أو تقييم قريب ما تقلقش من التوتر اللي جواك، ده مش خوف، ده حرص. بس خليك فاكر إنك طول عمرك بتعدي أصعب من كده وبتطلع منها أقوى. رسالة الدراسة بتقولك يا جدي انت مش بتذاكر علشان تنجح بس، انت بتذاكر علشان تبقى الشخص اللي انت مستنيه. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا جدي، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.